تخيل لو صحيت الصبح ولقيت نفسك ناسي اسمك ورقم تليفونك وعنوانك، حياتك هتقف صح؟ الكمبيوتر هو كمان كده، لو من غير ذاكرة هيبقى حتة حديدة ملهاش أي لازمة. النهاردة هنتعلم إزاي نبني ذاكرة البرنامج، وإيه هي القواعد الصح اللي بتخلي المهندس الشاطر ينظم بياناته وسط دوشة الكود. أهلا بيكم في موسوعة المتغيرات. الفاريبل أو المتغير ببساطة هو مكان بنحجز فيه بيانات في الذاكرة علشان نستخدمها بعدين. بس في البرمجة احنا مش بنرمي الداتا وخلاص، احنا بنستخدم نظام كراتين منظم جدا. كل كرتونة ليها اسم علشان نعرفها بعدين وننادي عليها في اي وقت، ويكون ليها نوع علشان الكمبيوتر يعرف هو بيتعامل مع ايه، رقم ولا كلمة ولا قرار. اخر حاجة وهي الفاليو او القيمة، ودي الحاجة اللي جوه الكرتون. الموسوعة بتقول اننا عندنا انواع بيانات ما بيخرجش عنها اي برنامج في العالم. انتجر وده للارقام الصحيحة زي عمرك وعدد متابعينك وعدد الرصاص اللي في اللعبة اللي انت بتلعبها. فلوت او دبل وده للارقام اللي مش صحيحة او الارقام العشرية زي الجي بي اي بتاعك او درجة الحرارة او سعر اي منتج. سترينج النصوص زي اسمك وعنوانك وايميلك ورسالة الترحيب. بوليان وده يا اما صح يا اما غلط، ترو او فولس. بس كاركتر حرف واحد زي التقييم بتاعك في المادة A B C لحد F، أو زي فصيلة الدم. قبل ما نكتب أي كود في قانون لازم نتفق عليه. سمي متغيراتك بذكاء، بلاش X و Y و Z، خليها مثلا user age user name، كلمات واضحة بتعبر عن القيمة اللي جوه المتغير ده. عندنا طريقتين بنسمي بيهم المتغيرات، وهي الكامل كيس والسنيك كيس. الكامل كيس إن أول حرف في المتغير يكون سمول، والكلمة التانية أول حرف فيها يكون كابيتال وكلهم لازقين في بعض. إنما السنيك كيس يكون كلها سمول، الكلمة الأولى والكلمة التانية وبينهم أندرسكور. ممكن يكون في بيانات في البرنامج مستحيل تتغير زي قيمة الباي أو أي اسم معين أو مثلا سرعة الضوء، دي بنسميها كونستانتس، ثوابت بنعرفها مرة واحدة والكمبيوتر بيمنع اي حد يغيرها بعد كده علشان نحمي البرنامج من اي باجز او اخطاء متوقعة او غير متوقعة. تعال نشوف كل نوع من انواع المتغيرات بنعرفه ازاي في كل لغة من اللغات دي. هنبدأ بسي بلس بلس. دلوقتي عندنا 6 متغيرات انا كتبتهم دلوقتي. تعال نشوف المتغيرات دي عبارة عن ايه ومتعرفين ازاي وطريقة كتابتهم في سي بلس بلس عاملة ازاي. عندك اول حاجة بنعرف نوع المتغير ده هيكون ايه، وده اول نوع هنا انا استخدمته انتجر. بكتب انت int وبعد كده اسم المتغير وبعد كده قيمة المتغير. زي ما قلنا الكرتونة اول حاجة عرفنا نوعها، تاني حاجة عرفنا اسمها، تالت حاجة عرفنا القيمة اللي جواها. اوكي تعال نشوف النوع التاني اللي هو السترينج. برضو نفس الكلام، كتبت سترينج وبعد كده اسم المتغير وقيمة المتغير بين علامات تنصيص او الدبل كوتس. والدبل والفلوت الاتنين زي بعض، ولكن الدبل بيستحمل ارقام اكبر من الفلوت، يعني ممكن نخزن فيه بيانات اكتر او رقم كبير جدا. والكاركتر بنكتب تشار وكتبنا الاسم والنوع ام اللي هي اختصار لميل وبين سنجل كوت مش دبل كوت. اوكي البوليان وقلنا هو قيمته يا اما صح يا اما غلط، ترو او فولس، وهنا اسمه is student وقيمته ترو. نيجي بقى الجافا سكريبت. هنا الموضوع ابسط شويه، حلوين. عندك هنا اولا ما بتكتبش نوع المتغير، انت بتكتفي بكتابه كلمه let، وجافا سكريبت بتتعرف على نوع المتغير لوحدها، وبعد كده عرفنا اسم المتغير وقيمه المتغير. نفس كل حاجه بالظبط عملناها هناك، ولكن الاختلافات حاول تلاحظ الفروقات هنا. اول حاجه زي ما قلت لك هنا بنعرف نوع المتغير، هنا مش مضطرين نعرف نوع المتغير. تاني حاجه عندك هنا السيمي كولون اجباريه، هنا اختياريه، ممكن امسحها خالص مش عايزها مش هيحصل اي حاجه. انما هنا لو مسحتها فده بيعمل معايا مشكله في البرنامج، لما اجي اعمل رن مش هيرضى يشتغل. انما في جافا سكريبت فهي اختياريه زي ما قلت لك، مش لازم تحطها، عايز تحطها خير وبركه، مش عايز تحطها خير وبركه. نخش بقى على بايثون، وهنا الموضوع ابسط بكتير من دي ومن دي. اول حاجه انت مش مضطر انك تعرف نوع المتغير ولا تكتب اي حاجه قبل المتغير، انت بس بتكتب الاسم والقيمه، وبايثون بتتعرف على النوع لوحدها. هنا مثلا عرفنا الايدج، كتبنا اسمه بس والقيمه بتاعته اللي هي 21، وهكذا
وهكذا في بقيه الفاريبلز. بس لاحظ معايا كام حاجه كده. اولا هنا ما عندناش سيمي كولون خالص، هنا مش اختياري، هنا ما فيش سيمي كولون، ما ينفعش تحطها. دي اول حاجه. تاني حاجه عندك هنا ترو او فولس لازم تبدا بحرف كابيتال، ما ينفعش ترو او فولس تبدا بحرف سمول. وكمان قواعد التسميه بتختلف، هو كده مش هيحصل حاجه، ولكن المتعارف في بايثون انها شغاله بالسنيك كيس مش بالكامل كيس، فالمفروض هنا كده يبقى is underscore student. تمام. جافا سكريبت نفس الكلام، هي المتعارف انها شغاله بالكامل كيس، ولكن برضو كده السنيك كيس مش هتقول لك حاجه. وسي بلس بلس نفس الكلام، كامل كيس سنيك كيس مش هتقول لك حاجه. ولكن كل لغه بيكون متعارف على طريقه معينه في تعريف الفاريبلز بتاعتها. طيب كده اتكلمنا على الانواع اللي هي المتغيرات اللي ممكن نتعامل معاها بعد كده ونغير قيمتها براحتنا في البرنامج. انما دلوقتي عايزين نعرف بقى ازاي بنعرف الكونستانتس، الثوابت اللي احنا اتكلمنا عليها. اول حاجه بالنسبه لسي بلس بلس، فاحنا بنكتب قبل نوع المتغير بنكتب كلمه كونست، ومن المتعارف ان الكونستانت بيكون حروفه كابيتال، وبعد كده قلنا القيمه بتاعته والسيمي كولون طبعا ما ينفعش تنساها في سي بلس بلس. انما بقى في جافا سكريبت فانت بتكتب مكان كلمه ليت كلمه كونست، وبعد كده بتكتب اسم المتغير والقيمه بتاعته. وهنا زي ما قلت لك ان احنا متعارف ان الكونستانت بيكون حروفه كابيتال، وده اللي عملته هنا دلوقتي. وهنا الباي بتساوي 3.14%، وهو بيتعرف على النوع لوحده، ولكن الكونستانت ده ما ينفعش اغيره. يعني ما ينفعش اجي هنا كده تاني واكتب باي ايكوال مثلا 10، ده الكلام ده ما ينفعش. تعالى بينا لو شفنا نشغل البرنامج نشوف هيعمل ايه. بص بيقول لك ايه assignment to constant variable. في بايثون بقى انت ما بتكتبش اي حاجه زياده، انت بس بتخلي اسم الفاريبل كابيتال مش اكتر من كده. ادي عندنا مثلا قيمه الباي، كتبنا باي كابيتال وحطينا 3.14% بدون اي تفاصيل زياده. وبكده اكون عرفتك ازاي تكتب المتغيرات في سي بلس بلس وجافا سكريبت وبايثون. تابع معايا. الاي اي النهارده يقدر يكتب لك برنامج فيه 1000 سطر كود و1000 متغير، بس مش شرط يكون فاهم السيستم اللي انت عايز تبنيه. المهندس الشاطر بيستخدم الاي اي عشان يقترح عليه اسماء المتغيرات، داتا تايبس، يختار احسن نوع بيانات علشان يوفر في الذاكره، يحول الكود من لغه للتانيه طالما المنطق واحد. الذكاء الاصطناعي اداه، وانت الدماغ اللي بتدير الاداه دي. النهارده غطينا المتغيرات وانواعها والثوابت، وتعلمنا ازاي نسميها صح. الفيديو الجاي هندخل في العمليات الحسابيه، وهنعرف ازاي الكمبيوتر بيعمل عمليات حسابيه معقده في اقل من ثانيه. لو فهمت فيديو النهارده اكتب لي في الكومنتات احسن ماركه عربيات انت بتحبها ب3 لغات مختلفه من لغات البرمجه. انا عبد العظيم، وهغير طريقه تفكير المبرمجين ومش هضيع وقت المبتدئين. سلام.